بابا، إحنا ليه فقراء؟ جدك يا سيدي كان نفسه كل ولاده يبقوا دكاترة زي ولاد بنت أخو عم خاله، فأصر إنه يدخلني أنا وكل إخواتي طب خاص، رغم إن مفيش حد فينا جاب فوق 70%، وصرف كل فلوسه على الجامعات الخاصة. فكبرنا ملقيناش ورث أبونا، وفشلنا في الطب، فبقينا عواطلية. دي كانت بداية نهاية كل الوظائف في مصر، عدا الوظائف اللي بيتقال لأصحابها يا حضرة الدكتور أو يا باشمهندس. الكليات الخاصة كترت، ومرض اسمه أنا ابني في كلية قمة أصاب الناس. كله بقى عاوز ابنه يدخل كليات قمة مهما كان مجموعه أو إمكانياته أو حتى شغفه. فحصل اللي حصل، ومصر ما بقاش فيها غير دكاترة ومهندسين. وحاليا احنا بندور على أي حد من وظيفة تانية يلحقنا من الكارثة دي. إيه؟ كلها بقت دكاترة؟ أمال مين العيانين؟ وعجبي عليك